دي بقى الاكله اللي بجد المصريين لما بيتزنقوا يا جماعه في الفلوس يقوموا عاملينها على طول. تخمنوا بقى معايا كده ايه هي؟ اكتبوا لي يا ريت في الكومنتات قبل ما تشوفوا الفيديو معايا. عايزه اقول لكم بجد طعمها حلوه جدا واقتصاديه جدا جدا جدا، بتقضي اكتر من 5 افراد حرفيا. طعمها بجد يهبل وحلوه جدا جدا وليها اكتر من طريقه. يا ترى بقى ايه هي؟ يا ريت تكتبوا لي يلا في الكومنتات قبل ما تشوفوا الفيديو معايا. هي بصراحه طريقتها حلوه جدا جدا، بالظبط قرنبيط. عايزه اقول لكم القرنبيط ده انا اول مره في حياتي اعمله، مش في الجواز بس، لا اول مره في حياتي اصلا. لاني في العادي كنت متعوده ان ماما هي ايه اللي بتعمل لنا القرنبيط، فقلت يلا اعمله كده واجرب في جوزي والحمد لله عجبه. والطريقه كمان يا جماعه سهله جدا جدا. عايزه اقول لكم اصلا ان حتى الطريقه ولا سالت ماما ولا سالت حماتي، انا قلت كده ايه اعملها كده مع نفسي. وكمان استعنت طبعا بالنت شويه، دخلت كده اشوف ايه التفاصيل بتاعتها، لاني زي ما قلت لكم اول مره في حياتي اعمله اصلا. لقيت والله عارفين يعني طريقته سهله جدا جدا، وكمان اقتصاديه موفره وبتقضي كمان افراد كتيره. طبعا انا وجوزي 2 بس عايزه اقول لكم قضيتنا يومين بالظبط. نفعتنا جدا جدا يعني، كانت حلوه قوي. انا مش عاملاها يا جماعه بالطريقه التقليديه اللي هي في الزيت، لا تشوفوني دلوقتي عملتها ازاي. الاول بس جبتها كده قطعتها وبعد كده حطيتها في الميه، نقعتها كمان بخل، قلت عشان تنضف اكتر واكتر. لو انت معايا بقى لحد هنا يا ريت ما تنسيش تصلي على النبي، وكمان تدعي لاخواتنا في غزه، وكمان ما تنسيش اللايك والشير الكتير، عشان يلا عايزين بقى نرجع كده ايه نقوم القناه تاني يا جماعه على حيلها. عايزه ارجع تاني كده وتحمسوني وتشجعوني. هنا يا جماعه بعد ما غسلت القرنبيط كويس، جبت كده معايا ميه وحطيت ملح وحطيت كمان كمون وايه وسبتها كده شويه. الحمد لله عايزه اقول لكم بجد يا جماعه كانت بجد حلوه قوي قوي. وكمان حطيت قرن فلفل حامي وكمان كوبايه لبن. ده اللي انا شفته على النت يا جماعه. قولي لي برضو انتوا الطريقه بتاعتكم ايه. انا عايزه اقول لكم اصلا ان انا مامتي لما تشوف الفيديو هتفرح ان انا اخيرا عملته، لاني يعني ايام زمان كنت اقول لها لا يا ماما انا مش عايزه اكل قرنبيط. بس بجد يا جماعه حلو جدا جدا. وخصوصا ماما كانت تعمل لنا كده طبق السلطه الخضراء الحلوه ديت ومعاه القرنبيط، ده بجد اللي كان بيخليني ان انا احب القرنبيط منها يعني. لكن قرنبيط كده عامه في العموم مش بحب اكله بصراحه من اي حد. هنا بقى يا جماعه الخطوات، حطيت بقى التتبيله بتاعتها يعني. حطيت دقيق وحطيت كركم وحطيت فلفل اسود وحطيت كمون وحطيت شويه ملح كده، وهسيبهم كده اخلطهم كلهم يا جماعه ببعض عشان خاطر انزل بالخليط على القرنبيط يعني. وكمان حطيت لبن وحطيت بيض. اليوم ده اصلا انا كنت عارفين مش عارفه اعمل ايه بالظبط في الاكل، فقلت انزل كده السوق اجيب لي قرنبيطه. وكان شكلي قوي في نفسي يا جماعه، او ست متجوزه قوي في نفسي كده وانا راجعه البيت بالقرنبيطه. وكمان كنت جايبه كرنبايه. حطيت كده البصل اللي هو الاخضر مش البصل الاصفر يا جماعه، حطيت كده البصل الاخضر. وكمان حطيت الخضره. بقول لكم ريحتها حلوه قوي بجد، انا بعشق جدا جدا ريحه الخضره. بس دايما بيبقى شكلي وحش قوي يا جماعه لما اروح كده لحد بتاع الخضار واقول له يا عمو فين البقدونس وفين الكزبره، بجد بتلخبط فيهم وبيبقى شكلي وحش قوي. اللي هو انا يعني ما ينفعش اكون واحده كبيره كده وانا مش طفله يعني. ما ينفعش بجد اكون حد كبير واروح اسال عمو فين الخضره، ببقى بجد متلخبطه ما بينهم. القرنبيط هنا قلت ادوقه حلو قوي يا جماعه، هو مسلوق كده ما اعرفش عادي يتاكل ولا لا، بس انا اكلته عادي يعني. المهم بقى كده يا جماعه ان انا ايه قطعت القرنبيط كده قطع صغيره جدا بحيث ان انا احطه في الخليط. قلت اسيبه شويه كده يشرب شويه من الخليط. عايزاكم يا جماعه لو حد يعرف طريقه القرنبيط المخلل في البيت يا ريت تقولوا لي عليها، لان انا بحبه جدا والفتره دي نفسي رايحه له قوي ونفسي رايحه للحوادق، فحاسه ان انا عايزه اعمل قرنبيط مخلل يعني في البيت. وهنا قلت ايه اعمل كده الخلطه ديت برضو شفتها على النت. بتجيبي كده فلفل الوان براحتك، فلفل اخضر، وتجيبي كمان بصل، وتجيبي قوطه تقطعيها كده يا جماعه. وهتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. هجيب طاسه او طبق عادي، انا جبت طبق المونيا وحطيت الحاجه دي على النار مع حته سمنه وسبتها كده شويه على النار تدبل. وبعد كده جبت الصينيه اللي هتحطي فيها الحاجه، حطيت كده نقطه زيت وبالفرشه. وبعد كده حطيت يا جماعه القرنبيط. بصوا كانت ما شاء الله المنظر خطير والطعم اخطر كمان. وبعد كده نزلت بالخضار اللي انا عملته، وبعدين الجبنه الموتزاريلا. هنا بقول لكم بصوا المنظر حلو قوي قوي. يلا بقى عشان نحطها في الفرن على درجه حراره 180. هنا قبل ما ادخلها يا جماعه بصوا ما شاء الله على المنظر. وهنا خلاص بعد ما خرجتها بجد كانت اكنها صينيه كيكه اصلا يعني، كانت ما شاء الله حلوه قوي قوي. وقلت كده ادوق جوزي منها، قلت اشوف رايه ايه، فالحمد لله يعني عجبته. هنا ايه قلت كده ازوق الطبق بحاجات بسيطه، الحاجات اللي عندي في التلاجة يعني. وقلت يا رب تعجبكم انتوا كمان وتقولوا لي برضو الطريقه ايه رايكم في الطريقه دي يا جماعه. هل في طريقه اسهل للصينيه ولا الطريقه دي هي السهله؟ لاني عارفين شفت كذا فيديو وكل واحده تقول لك طريقه غير التانية اصلا. المهم بقى ما ننساش كده طبق السلطه الجميل كده اللي على السفره. وكمان ممكن بقى تاكلي بعيش او برز، بس انا بصراحه بحب قوي القرنبيط والسلطه يكون معاهم عيش، واعمل كده سندوتشات قرنبيط بجد بيبقى ما شاء الله ممتع جدا جدا. وبس كده يا حلوين، دي نهايه الفيديو. ما تنسونيش بقى بلايك حلو، بحبكم قوي.